إن في مصر لحد دلوقتي 4 جماعات إرهابية: جماعة بيت المقدس، أنصار بيت المقدس، جماعة سواعد مصر، جماعة حركة حسم، جماعة لواء الثورة. والغريب إن واحدة تظهر والتانية تختفي، يعني بالعربي إن في عملية تناوب بينهم في أداء العمليات الإرهابية. يبقى لازم يكونوا تحت قيادة واحدة هي اللي بتخطط ليهم وبتقول مين يظهر ومين يختفي. وأكيد المقصود من ده تشتيت الأمن المصري في تعدد أسماء الجماعات وتغيير أسلوب تنفيذ الهجمات الإرهابية. وأكيد من هدفهم بس روح الخوف في قلب المصريين لوجود أكتر من جماعة إرهابية، أو زي ما بيسموها جهادية، على الأراضي المصرية. ونلاحظ إنهم بينفذوا عملياتهم في أماكن مختلفة في مصر، ده طبعا غير سيناء الموقع الرئيسي للمعركة. يعني مرة البحيرة، مرتين القاهرة، ومرة في الجيزة، ومرة في المنوفية. عايزين يثبتوا لنا إنهم موجودين في كل مكان وإن إيديهم طايلة. أي حد يستهدفوه أيا كان مكانه أو منصبه. وهنا خلونا نحط علامة استفهام كبيرة من حيث توقيت تكثيف العمليات الإرهابية وتنوع أسلوبها وتعدد أماكنها، ونحلل مع بعض العمليات الإرهابية من شهر يوليو الماضي وحتى شهر أكتوبر الحالي، من الدعوات لمظاهرات 11/11. أعتقد إن حساباتهم زرع الخوف وعدم الإحساس بالأمان في قلب المصريين. وطبعا الأحداث اللي إحنا بنعيشها من عمليات إرهابية بتؤكد إن إحنا مستهدفين بقوة من أعدائنا، وخصوصا لإحساسهم اللي كاد يصل لليقين إن المصريين مش ناويين ينزلوا في 11/11. ولو كانوا حسوا بالأمل كانوا أجلوا عملياتهم الإرهابية لحد ما ينفذوا مخططهم الجديد لزرع الفتنة والفوضى في 11/11. لكن المرة دي المصريين فاهمين كويس واخدين بالهم مين بيحاول يهد ومين بيحاول يبني.